عليك يا أبا سفيان، يا ليتنا كنا معك ونذبح ذبحا عظيما. ووفاكم بالعزة والسهم. الله طيب. السلام عليك يا نور عيني يا أبا سفيان. لما جاء أبا سفيان داخل القرية وجاءت النساء تبكي وتقول: يا هلا بهالطول يا مية هلا يا قضاة الحب احلم مشكلة. قال: ما هي المشكلة؟ قال: اذهب إلى البيت وستعرف. ثم ذهب إلى البيت ودق الباب وخرجت ثم سفيان وقالت: من دق علينا الباب يمكن يجون الأحباب، دق علينا الباب يمكن يجون الأحباب. ثم قال لها: أين سفيان؟ فقالت: إنه مريض في الغرفة. ففتح الباب وقال له: سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه. ثم قال لها: سو الغداء. فسوت للغداء وقال لها: خدرك شاي خدري خدري بلا خدري. ثم قال: بدل يا نور عيني لنزل المعركة. وبدلت وقال لها: ايش طالع اليوم الجميل، ايش طالع اليوم، طالع اليوم الجميل، ايش طالع. ثم ذهب الى المعركة وسحب سيفه ابا سفيان وقال: وينك يا القلت؟ هذا انا وينك القلت، هذا انا وينك القلت، هذا انا وينك القلت. ثم وفي وسط المعركة وصار يحارب وقال: ثم سفيان غزال ما يصيدون ما لاح الصياد. وثم جاء سيف على ظهر أبا سفيان وسقط أرضا. وجاءت وقالت: نايم المدلول حلوة وانت. السلام عليك يا أبا سفيان. الفاتحة المفتوحة والدجاج